مع حلول عيد الأضحى المبارك تعيش الأسواق الشعبية بتونس العاصمة على وقع استعدادات المواطنين لهذه المناسبة الدينية، فتبرز مهن موسمية يزدهر رواجها، ومنها تلك التي لها ارتباط مباشر بالأضحية، ومنها ما هو على علاقة غير مباشرة بالعيد وطرق الاحتفال به. ولشحذ سكاكين نصيبهم من الحرفاء. وتو العباد اللي يعيطوا هذا من برا ويحبوا نقبلوا لهم سلعتهم، احنا معناتها قاعدين نخدموا نهار بنهار. الخدمه تدخل اليوم تتخدم غدوه، معناتها اون فوا نقبلوا سلعه نتاع عباد وما تحضرش، رسينا في عياط وسلعتي كما كل خدمه. تزايد عدد الناشطين في شحذ السكاكين والسواتير بشكل ملفت للانتباه، حيث يحتلون بعرباتهم الصغيرة المزودة بمحركات آلية أرصفة الشوارع في الأسواق الشعبية. وهنا في سوق بومنديل يقبل المواطنون على شحذ سكاكين لدى من يعتبرونهم خبرة في هذا الاختصاص. والحاج الهشمي العوادي أحد أولئك الذين أتقنوا هذه المهنة منذ الصغر. العبد لله حاج عروسي العوادي، من عام 56 نخدم رحاي ولله الحمد. كنا نخدم وكانوا طلاين كان هذايا طليان. كانت قبل ما تولي هي رحاي كانت تبيع في البولار، كانوا زوز طلاين، واحد غادي وواحد لهني، فهمتني. واحنا تعلمنا الصلعه من احنا صغار، وانا عمري توا تعرف قداش عمري 77. الراجل هذا قديم برشا معناها وبروفيسيونيل، عنده خبره وسومه مناسب، فهمتوا. ثم عبادك اللي بروت واشترى السكينه يطيرها، فهمت. هكا معناها كل حد يلقط في خبزه كيفاش يلقط فيها. إذا كان عيد الأضحى مناسبة دينية يستغلها البعض لأداء الشعائر الدينية، فإن فئة من المواطنين يعتبرونه فرصة لضر الأموال ومناسبة لامتهان حرفة حتى ولو كانت مؤقتة علها تغيثهم من عالم البطالة.